معاكم طارق احمد. النهارده هنبدا بفيديو جديد هكلمكم فيه عن فكره اساسيه قوي. الفكره ديت ممكن بعض الناس تجدها غريبه شويه، ولكن في ناس كتير عارفاها ولكن مش عارفاها بالطريقه اللي احنا هنتكلم بيها. فلو الفيديو عجبك سبسكرايب لايك ويلا نبدا. هنتكلم النهارده عن 3 اسباب بتسبب الكآبه. 3 اسباب مهمين جدا وجايين دايما من مواقع التواصل. السبب رقم 1 صفحات الكوميكس. موضوع غريب، انا عارف الموضوع غريب. صفحات الكوميكس هي صفحات للاسف بتعمل مشاكل كتيره، رغم انها فكرتها جميله، فكرتها لطيفه جدا، انا بحب اضحك عليها كتير، ناس كتير بتتفرج عليها. لكن صفحات الكوميكس لو انت مش واخد بالك، فصفحات الكوميكس للاسف بتخلي مشاكل هينه، بتخليك ما تاخدش رد فعل دفاعي او تلحق تصلح من مشاكل موجوده في المجتمع، لانها ببساطه بتتريق على المشكله. انت قبل ما تحصل مشكله تلاقي تريقه. بعض المشاكل صفحات كتير طلعت اتريقت عليها، هزرت عليها، انت ضحكت، في الاخر هي ما اتحلتش. بعض الحاجات اللي تستاهل ان انت عشانها تاخد مواقف ما تاخدش موقف. ليه؟ لان انت بتقعد تضحك، انت بتنسى المشكله بسبب الهزار والضحك، لغايه ما واحده واحده بتبدا تفقد الشعور بالمسؤوليه ناحيه المشكله. فما بيبقاش عندك مسؤوليه، ما بيبقاش عندك تصرف، ما بيبقاش عندك ان انت تحل المشكله، انت بتقعد تضحك عليها. ده للاسف اول حاجه بتحصل بسبب مواقع التواصل، اول حاجه بتحصل بسبب بعض صفحات الكوميكس. انا مش بقول ان معظم صفحات الكوميكس وحشه او ان احنا ما نتابعش صفحات الكوميكس، لكن انا بتكلم ان في بعض الحاجات اللي بتبقى مأساويه بالفعل وبيتم الهزار والضحك عليها. تاني حاجه هنبدا نتكلم عنها ودايما بتعمل مشاكل، دايما بتسبب كآبه، دايما بتخليك نفسك توصل ولكن ما بتقدرش. خلونا نقول بمعنى صح، المشاهير، الناس اللي بتحاول توصلك دايما ان هم قدروا ينجحوا، ان هم قدروا يوصلوا. بعض الناس اللي بتبدأ تقول لك انت تقدر، انت ما فيش حاجة تقدر تهزمك، انت تقدر توصل لأي شيء، انت تقدر توصل لأي حاجة. للأسف الطريقة دي على قد ان هي طريقة محفزة، الا ان هي طريقة بتعمل مشكلة كبيرة ليك. انت بتبدأ تحس دايما ان انت اقل من اللي حواليك، انت دايما ما بتبصش للمشوار اللي المفروض تاخده، انت كمان بتبص لفكرة اللي هو هوصل امتى، هوصل بسرعة، انا عايز اوصل، اشمعنى الناس دي وصلت. ما بتقدرش تبص الناس دي بتتعب ازاي، او بتقدر تشوف المشوار فعلا تقدر توصله. لا، بعض الحاجات بتاعت انت تقدر بتخليك دايما باصص ان الموضوع بسيط جدا، باصص ان انت مش هتتعب في المشوار، لكن في الحقيقة اي حاجة انت تقدر تعملها بتبقى محتاجة جهد، محتاجة وقت، محتاجة امكانيات. جهد، وقت، امكانيات. 3 حاجات دول مش بالسهل ان انت تخلصهم، مش بالسهل دايما ان انت تعملهم. فالموضوع بيوصل لدرجة ان انت مرة بتحاول بتفشل، التانية بتحاول بتفشل، وفي الاخر الموضوع بينتهي في فشل ورا فشل ورا فشل، لان كله بيقولك انت تقدر، محدش بيقولك ازاي تتصرف. رغم ان انت بيبقى عندك الطاقة، عندك الحافز، بتحاول بكل قوتك ان انت توصل للنقطة او لحلمك اللي انت نفسك تعمله، الا ان انت ما بتبصش لبوينت اساسي وهي بوينت المجهود. فبعد فترة الحافز بيبدأ يقل، فشل ورا فشل ورا فشل بيخليك تتخنق، بيخليك انت تبدأ تبص للي حواليك انهم كلهم بدأوا يكذبوا. في الاخر الموضوع بيعمل مشكلة، بيعمل لك كآبة شديدة. الموضوع ببساطة ان انت لازم تبقى عارف قيمة ذاتك، لازم تبقى عارف هل فعلا الموضوع في امكانياتك. طيب هل هو مش في امكانياتي، فايه اللي اقدر ادور عليه؟ هل هو لو هو في امكانياتي هيحتاج مني وقت قد ايه وجهد قد ايه عشان اقدر اوصل؟ ولازم تكون عندك هدف انت عايزه، مش وسائل التواصل خليك نفسك فيه. هو ده اللي وسائل التواصل بتعمله، هو ده اللي الناس بتعمله على وسائل التواصل، ان هو دايما بيوري لك نجاحاته، محدش بيقدر يوري لك الفشل او المراحل اللي فشل فيها كتير غير بعض الناس. اعرف انت عايز ايه، اعرف ازاي توصل له، اعرف انت تقدر تعمله ولا لا، واخر حاجة اعرف هل انت عايزه فعلا ولا حد اثر على تفكيرك خلاك تختار. تالت نقطة صفحات السوشيال بروبلمز، ولان صفحات السوشيال بروبلمز هي بتعمل لنا مشكله كبيره، ان مش معظم المشاكل
بتبقى حقيقيه، بل وان في بعض المشاكل بتبقى فيك، انت اصلا ما بتبقاش عارف مين اللي باعت المشاكل ولا لا. فده بيزود العنف في المجتمع، لان مشكله ورا التانيه بتتحكي مره ورا التانيه، صعوبه الموقف بتقل جوه نفس اللي بيعمل المشكله دي او اللي بيعمل بعض الجرائم دي. فده بيخلي الناس خلاص هو الموضوع بالنسبه له بقى بسيط، ان هو يقدر يرتكب جريمه او يقدر يعمل مشكله كبيره، او ان هو عادي. في ناس بتتعاطف مع المجرمين او بتتعاطف مع مسببين المشاكل. صفحات سوشيال بروبلمز. ده كان كل حاجه النهارده. حابب لو الفيديو عجبكم ان شاء الله تعرفوني في التعليقات تحت. لايك، سبسكرايب. اشوفكم المره الجايه فيديو جديد. تي اس ستوديو. كان معاكم طارق أحمد.